السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في حلقة جديدة. النهارده هنتكلم عن مشكلة، برضو حاجة غلط كده بتحصل في الصيدلية بلاحظها دايما. بيجي أي حد كده يقول أنا عندي أملاح وعايز علاج للأملاح. طبعا يا جماعة علاج الأملاح مش بتاخد أو مش هقدر أحدد لك علاج الأملاح المناسب من غير ما تعمل تحليل بول. تحليل بول ليه؟ لأن الأملاح أكتر من نوع، وممكن اديك حاجه عشوائيا كده للاملاح ما تجيبش معاك نتيجه، لان هي مش هتكون مناسبه لنوع الاملاح اللي انت بتشتكي منه او اللي فيه زياده في الجسم عندك وعامل لك مشكله. طيب في حاجه كده في العموم علشان خاطر برضو اي حد عنده املاح زياده او حاسس ان هو عنده اي املاح زياده من غير تحليل خالص، انت لازم تشرب ميه كفايه او لازم تلتزم بشرب الميه، خصوصا في فتره فصل الشتاء، لان ناس كتير بتنسى تشرب ميه في الشتاء، وده هيكون سبب من اسباب تكون الاملاح عندك. يبقى اول حاجه لازم تشرب ميه. ثاني حاجه ان انت تروح تعمل تحليل بول وتوديه اي صيدليه، دكتور صيدلي من خلاله هيقدر يحدد الاملاح اللي عندك دي املاح اوكزاليت، املاح يوريت، او املاح فوسفات، ومن خلال نوع الاملاح اللي عندك اللي ظاهره في التحليل هيقدر يحدد لك نوع الفوار العلاج المناسب، طبعا مع شرب الميه. ده هيكون هو علاج الاملاح بطريقه صحيحه، بحيث انك انت ما تجيش تخش اي صيدليه وتقول له عندي والله املاح فيديك اي فوار فتاخده فما يجيبش نتيجه، وترجع تاني فتاخد حاجه تانيه او تاخد نفس العلاج تاني فبرضه ما يجيبش معاك نتيجه. يبقى الحل الوحيد هو ان انت تتفضل تعمل تحليل بول، ومن خلال تحليل البول الصيدلي يقدر يحدد لك نوع الاملاح اللي عندك او نوع الاملاح اللي عامل لك مشكله، وبالتالي يقدر يحدد لك نوع العلاج المناسب. يبقى اي حد بيشتكي من الاملاح ما يخشش اي صيدليه كده بشكل عشوائي ويقول انا عايز حاجه للاملاح، لازم تحليل بول عشان نقدر نحدد نوع الاملاح اللي عندك، ومن خلاله نقدر نديك العلاج المناسب. طبعا دي معلومه ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها، ولكن هي بتفرق كتير جدا في علاج الاملاح. اتمنى تكون الحلقه دي مفيده، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش ان انتم تشتركوا في القناه علشان ان شاء الله تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. ولو في اي سؤال خاص بالادويه بشكل عام يا ريت تسيبوا لي تحت في التعليقات وانا اجاوبك عليه بسرعه ان شاء الله. واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.